السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سعيد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله. إلا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش ديما كيوصلك الجديد ديالي. ما تنساش الإخوان تدعمونا شي لايك، شي تعليق زوين. أي تساؤل عندكم على تربية الدجاج البلدي خليوه لي في التعليق. هانتم كما كتشاهدوا مع البيض البلدي. ممكن الواحد يدير هذا المشروع هذا ويصدق له احسن من الوظيفة العمومية يا اخي يا اختي. ممكن يكون احسن من الوظيفة بألف درجة، لكن الحقيقة كل شيء مخبيها باش واحد ما يقول لك هذه الحقيقة. ربما الواحد يقول الدجاج البلدي ويكون احسن من الوظيفة، ربما الواحد ما يصدقش هذا الشيء هذا، لكن مربين الدجاج راه عارفين شنو كاين في هذا الشيء هذا ومخبيين الحقيقة حتى شي واحد ما كيقول لك الحقيقة ديال هذا المشروع. اليوم ان شاء الله انا عندي 100 دجاجة، غادي نجمع لكم الحصيلة ديال 100 دجاجة اللي كنحصل من البيض، ومن بعد غندير لكم واحد العملية حسابية شحال كندخل في اليوم من هاد 100 دجاجة. ملي تعرفوا شحال كندخل من 100 دجاجة، من بعد ممكن تضربوا الحساب لأي عدد بغيتيو من الدجاج شحال يمكن لك تربح فيه. انا عندي اعمال اخرى كنقوم بها، فقط كنحتفظ 100 دجاجة، ما عنديش عدد كبير ديال الدجاج. جمعنا 5 6 ديال البيضات، 7 8 9 10 11 12. وهذا العمل عندي اضافي، هذا الدخل كيكون اضافي على العمل ديالي الاخر، بحال واحد بريمة الاخوان. هاد الاجر اللي كنحصل عليه من هاد الدجاج كيكون اضافي. 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. هانتوما الاخوان كلشي غادي تشوفوه بعينيكم. 20 21 22 23 24 25 26 27 28. ربما الناس اللي دايرين المشروع بحال هيدا ما كيبغيوش كيخفيو الاسرار ديال هادشي هذا، ما كيبغيوش يقولوا. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 حسبنا 37 38 39 40 41. دابا غادي نمشيو بلاصة اخرى. هذا الكوري الثاني يا الاخوان، عندي جوج ديال الكوريات. الدجاج طلقتو على برا يسرح مشى خرج، كاين شي بعض اللي بقاو هنا. حسبنا 41 بيضة، 42 43 44 45
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 باقي هنا وحدة 57 58 59 60 هانتوما الإخوان كيما شاهدتوا معايا حصلنا على 60 بيضة من 100 دجاجة. نحسبوا 50 بيضة، واحد 10 نحيدوهم حنا نخليوهم ديال الاحتياط الأكل أو لا على حساب الغد ربما ما يبيضوش حتى 50 بيضة نضيفوا هادوك. المهم حنا نحسبوا 50 بيضة فقط. 50 بيضة ممكن ندخل منها حتى 100 درهم في اليوم. حاليا كنبيع البيض 2 دراهم. هاد 100 درهم كتكون عندي دخل إضافي زيادة على المداخل ديالي الأخرى اللي عندي، الخدمة الأخرى اللي كنخدم. والربح ديالي صافي يا الإخوان، الربح صافي، كنحيد منها الأكل، محيد منها كل شيء. بالنسبة للأكل كيفاش كنحصل على الأكل؟ بالنسبة للحبوب راه كنعمل الفلاحة ديالي، كنغرس الحبوب ديالي، كنحاول دائما كنحصل على الحبوب الراسي. عندي بئر، ربما إلا كان الأمطار قليلة كنسقي بالماء ديال البئر. الحبوب دائما كنوفرهم الراسي. بالنسبة للأعلاف إلا شريت هذا شي حاجة قليلة كنشريها من داك الفراج اللي كنبيع وداك الحضانه اللي كنعمل وكنبيع العتوقات. ربما كنحصل على 300 400 500 على حساب كل عام وكيفاش، على حسب الحضانه اللي كندير. الا درت الحضانه بزاف راه نحصل على عدد كبير، الا ما عندش الحضانه بزاف راه كنحصل على عدد صغير. هادم كنبيعهم وكنحصل بهم كنشري العلف. اما الربح ديال البيض كيبقى كربح صافي، كيبقى لي كامل، ما كنخسر منه والو. اي واحد عنده ارض متسعه، عنده الدجاج فين يكون المرعى فين يسرح الدجاج، راه هذا المشروع ناجح 100% وفيه الربح الاخوان. والدجاج الا كان كيسرح راه كيبيض مزيان، ماشي بحال الدجاج اللي كيبقى في الكوري فقط. اهم حاجه هو المسرح، ضروري الواحد يكون عنده المسرح اللي يبغى يدير هذا المشروع هذا. إلا كان عندك المسرح كنضمن لك النجاح 100%، وكنتي كتوفر على الحبوب فلاح. بالنسبة للناس اللي كيعتمدوا على الشراء ديال الحبوب باش يعملوا هذا المشروع، النجاح أنا ما غاديش نضمنه 100%. ربما تنجح، ربما على حساب الذكاء ديالك انت وعلى حساب التجربة ديالك، وخصك ضروري تاخذ شوية النصائح من هذا ومن هذا من مربيين الدجاج. إذا 100 دجاجة 100 درهم في اليوم، يعني 500 دجاجة ممكن تدخل منها حتى 500 درهم في اليوم. 1000 دجاجة ممكن تدخل منها حتى 1000 درهم في اليوم، على حساب العدد ديال الدجاج. يعني الإنسان إلا عمل 1000 دجاجة يدخل 1000 درهم في اليوم، راه هاد الخدمة هذه غتصدق له أحسن من الوظيفة العمومية. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش الاخوان تدعمونا شي لايك شي تعليق زوين. شكرا لكم والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.